مساء الفل على الجميع، يا رب كلكم تكون بخير. اما نشوف اخرة الكذب ايه. الادارة الامريكية اعلنت من يجي ساعة ونص كده ان في طيارة تزود بالوقود هم فقدوها، وجم بعدها يعني بحوالي ساعة ونص برضو اعلنوا ان هم لقوها محطمة في العراق، وان هي وقعت بسبب عطل، وان ما حصلش تعامل عليها من اي نوع. ده كلامهم هم. تعالوا بقى سيبهم هم من كلام المجانين ده وخلينا احنا في كلام العاقلين. الطيارة دي حصل لها حاجة من اتنين: يا إما تم التشويش على نظام الملاحة بتاعها، يا إما اتصابت بمقذوف. تمام؟ ليه؟ لعدة أسباب. أول حاجة، الطيارة لو حصل فيها عطل، الطيارين اللي راكبينها هيبلغوا الإدارة اللي هم تابعين ليها إن أنا حصل عندي عطل في الطيارة، ظبطوا لي مطار أعمل فيه هبوط اضطراري. تمام؟ ده أول احتمال. تاني احتمال بقى، ان الطيارة لو كانت اتصابت بمقذوف، في شك ان هو ممكن تكون الطيارين جالهم حالة هلع، ما قدروش يبلغوا، او خافوا على حياتهم، او ايا كان اللي حصل لهم، ان هم خافوا على حياتهم وكانوا عايزين ينجوا بنفسهم من الطيارة. وبعدين اصلا الطيارة بيبقى فيها نظام تتبع، الادارة اللي هي تابعة ليها المفروض بتبقى عارفة هي اخر نقطة ظهرت ليها فين. لكن معنى ان هم يدوروا، يعني هم ما كانوش شايفينها، يعني ممكن يكون تم التشويش على نظام الملاحة بتاع الطيارة. ده تحليلي الشخصي، وهنستنى ونشوف اللي جاي.